يا جماعة أنا جمعتكم النهاردة عشان نوصل لحل يرضي جميع الأطراف، عشان المشاكل اللي بتحصل ما بينكم دي أنا مش هسمح إن هي تحصل تاني أبداً. لو سمحت يا جماعه، دكتور جمجوم ده راجل ليه احترامه، يعني لما يتكلم نبص له، بص له لو سمحت. اهو. وانت بص له لو سمحت. ما انا باصص له اهو. والله العظيم انت كده باصص له؟ يا بمبم، مش المهم يبقوا باصيني، المهم يبقوا سامعيني يا بابا. أنا فكرت في فكرة كده وهي اللي هتبقى الحل اللي يرضي كل الناس. إحنا هنأجر شقة للأستاذ أوراني. اوراني ايه؟ قرين. خلاص يا أستاذ قرين، هنأجر شقة للأستاذ قرين، هو وعيلته يروحوا يسكنوا فيها ويتشقلبوا ويبرطعوا ويعملوا ما بدلهم. الله اكبر، ده حل ممتاز. هو ايه اللي حل ممتاز؟ ده حل منيل بنيله. الحل ده ظلم يا اخوانا وما يرضيش ربنا. اشمعنى انا اللي امشي يعني؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا. يا ايه ده؟ يا استاذ قرين، ايه مالك؟ في ايه؟ صلي على النبي. لسه والسلام. بعيط. طب ايه ده؟ طيب ما انت مش راضي تسمعني للاخر. ده حل مؤقت، كلها 40-50 سنه واستاذ مؤنس يتكل على الله وتاخد انت البيت ان شاء الله. ايه يا دكتور، ده فعلا الله ولا في حالك؟ في ايه؟ العمار بيد اللي يفرض ربنا يمد في عمري. حتى لو ربنا يمد في عمره، هيمد في عمره 4-5 سنين، برضه البيت هيبقى بتاعك. بوبي، انا خارجه اتفسح مع اصحابي في جحيم. جحيم ايه؟ جحيم 2؟ ده فيلم بلس 18. طب ينفع اروح قصر البارون؟ ماشي، بس روحي غيري الملايه القصيره دي، بلاش قله ادب. مالها الملايه؟ ما حلوه يا حاج. بس اسكت، عفاريت اخر زمن. المهم خلونا في الموضوع اللي انتوا كنتوا بتتكلموا فيه. كنتوا بتقولوا عايزين تأجروا شقه. انتوا عارفين الايجار المفروش بكام اليومين دول؟ يا استاذ قرين معلش، ما هو انت عمال تقاطعني ومش راضي تسمعني برضه للاخر. استاذ مؤنس هو اللي هيدفع ايجار الشقه. ايوه، مؤنس ايه ده اللي يدفع؟ في ايه؟ هو مش عفريت؟ ما تتصرف يا اخويا وتجيب فلوس. طب بعدين بقى العفريت بلا نيله. شايف التلقيح اللي هو عمال يلقحه ده؟ كل شويه يقول لي عفريت ونيله وزفت. شايف. طب جرى ايه يا جماعه؟ ما قلنا دكتور جمجوم ليه زفت احترامه، لما يتكلم نسمع كلمته، وكلمته دي سيف على رقبتنا كلنا. بمبم، بالهداوه يا بابا. مفيش هداوه. بالهداوه بقول، بالهداوه. مفيش حاجه بتتحل كده. يا استاذ مؤنس، انا اعرف سمسار في كعبيش عنده حاجات في الحنين، ما تقلقش. نقرا الفاتحه؟ يبقى نقرا الفاتحه، يلا.